وجدتها. اللؤى، أصل الحكاية. ربنا بيعاقبني يا بنتي، بياخد لك حقك. سامحيني سامحيني يا بنتي، سامحيني. اسمي نانسي إيميل، عمري 38 سنة. ماما انتقلت وأنا عمري 6 سنين، وعندي أخ أصغر مني ب2 سنين. عشنا في بيت جده وتيتا، هم اللي ربونا. والدي يعني بعد وقت قليل قوي سابنا وراح اتجوز، فكان بالنسبة لي إحساس صعب جدا إني فاقدة أمي وفاقدة أبويا وأنا طفلة لسه مش فاهمة أي حاجة. بعد كده كبرنا وابتدى العيلة اللي احنا كنا حاسين بالدفى في وسطيها، جده وتيتا وخاله وخالتي، يكونوا مش موجودين. كل واحد اللي انتقل واللي شاف حياته. فبدأت أحس إن أنا يعني المشكلة زادت صعوبة أكتر. وبعد كده انتقلت، عشت مع خالتي لمدة 9 سنين لأني كنت مرتبطة بيها جدا، لكن فجأة بين يوم وليلة هي قررت تهاجر، وأنا حسيت إحساس ترك فظيع وخذلان، لأنه أنا كده هبقى لوحدي يعني، وكل الناس اللي أنا بقرب منهم وبحبهم وبتمنى وجودهم في حياتي بقوا مش موجودين. ولا بابا ولا ماما ولا خالتي ولا جدو ولا تيتا ولا أي حد أنا ارتبطت بيه يعني. وفي الوقت ده كنت حاسة قوي إنه كأنه الرب بيكسر كل العكاكيز، وأنا مش فاهمة ليه. يعني أنا يعني مش فاهمة ليه بيحصل كده، ليه أنت بتاخد مني كل الناس اللي بتحبني وأنا بحبها. وفي الوقت ده عشت لوحدي بعد سفر خالتي لمدة 6 سنين. كنت حاسة إنه زي الرب واخدني في جبل عالي كده لوحدي في برية أو في صحراء، أنا وهو بس. وللأسف كانت يعني إبليس كان بيحاربني بشدة جدا جدا في كل الأمور دي. وفي الوقت ده كمان ارتبطت بشخص، كنت مخطوبة لشخص، لكن الشخص ده ما كانش مناسب، وكان ارتباط مش ناجح أبداً. تعبت جدا جدا في الوقت ده، لأنه أنا ما كنتش بفكر أرتبط زي أي حد تاني بيفكر يرتبط. أنا كنت بالنسبة لي هو ده الملاذ الآمن الوحيد، فأي مواصفات في شريك حياتي أنا أقدر أتغاضى عنها بسهولة مقابل إنه بس أتجوز ويبقى عندي بيت ويبقى عندي أسرة، حتى لو الشخص ده ما كانش أنسب حاجة بالنسبة لي. لكن الرب سمح إنه الارتباط ده يكون مش موجود. ودي كانت يعني المشكلة الأكبر بالنسبة لي. وقتها رفضت أتعامل مع الرب على إنه موجود. أنا قلت له أنت بالنسبة لي مش موجود، أنا ما كنتش في اهتماماتك ومش فارقة معاك، وكل ظروفي متلخبطة ومفيش أي أمل ولا رجاء أنا عايشة عشانه، فبالتالي أنت كمان بالنسبة لي هتكون مش موجود. وقلت إنه لو أنت مش موجود يا رب، ده يعني هيكون أفضل بالنسبة لي كتير قوي، لأنه أنا رافضة وجودك وإنت ملكش تأثير إيجابي في حياتي خالص يعني. فكرت كتير في الانتحار، وحاولت بأكتر من طريقة إن أنا أنتحر. وفي الوقت ده كان اللي مسيطر عليا بس إنه أخلص من حياتي. أنا رافضة حياتي بالطريقة دي، ولو هي هتستمر بالطريقة دي فأنا رافضاها وبقرر إنه أنا أنهيها. يعني حتى أنا مش مستنياك أنت يا رب إنك تنهيها، لكن أنا اللي هاخد الدور ده، وأنا اللي هنهي حياتي عشان أخلص من العذاب اللي أنت مش حاسس بيه.
وحاولت محاولات كتير، لكن في كل مرة المفاجأة بقى إني يا إما كنت بخاف أعمل كده، يا إما كنت بعمل كده وبفشل، يا إما الرب كان بيبعت لي ناس أنا معرفهمش في المكان اللي أنا كنت ساكنة فيه، اللي أنا مش معروفة فيه خالص، تحاول تقف جنبي وتساعدني وتعرف أنا بعمل كده ليه، وأنا معرفهمش خالص وما كنتش فاهمة هما إيه دورهم في حياتي في وقتها. أوقات كتيرة جدا كنت ببقى قاعدة في بيتي مش معايا ولا مليم، وقعدت مثلا فاكرة موقف إنه قعدت تقريبا 3 شهور مش بدفع الإيجار، وأفاجأ إنه شخص أنا معرفوش بيباركني بمبلغ علشان الإيجار. فوقتها بدأت عيني تتفتح إنه إيه ده الرب موجود، ده الرب بيهتم. في 2017 الرب سمح إنه اتقدم لي شخص رائع جدا. أنا كنت خايفة جدا اني اخوض التجربة، لانه انا تجربة فاشلة وحاسة انه محدش هيقف لي وانا لوحدي، وايه اللي يمنع الشخص ده انه يستغلني زي الشخص اللي فات ما عمل. يعني مفيش بابا، مفيش ماما، مفيش اهل، مفيش حد مهتم لامري، فدي حاجة كانت وجعاني قوي يعني جدا. حاولت ان انا انهي الموضوع فعلا لمدة 1.5 سنة، لكن الرب كان مصر على الشخص ده، والشخص ده اتكلم معايا بشكل جدي قوي. بس كان عندي وقتها تحدي انه مش بس بابا وماما واخويا والعيلة اللي ينفع ان هم يكونوا يعني بيتمموا الامر ده معايا موجودين، لكن كمان ماديا انا معيش فلوس خالص، ومفيش حد هيجهزني، ومش هحس زي كل البنات ما بيحسوا انه بابا بيجهزني وماما وبابا بيقعد يعمل اتفاق مع العريس. فما كنتش عارفة ازاي الموضوع ده يحصل، يعني كنت حاسة انه خلاص انا حياتي انتهت هنا يعني، وانه اكيد محدش هيتقبلني بظروفي، وانه لو حد تقبلني بظروفي غالبا هيبقى هو كمان عنده ظروف، فهيعتبر انه حاجة قدام حاجة واحنا كده خالصين يعني. وانا كنت رافضة احس الاحساس ده خالص، لكن فوجئت انه الشخص ده مصر، وهو كمان ظروفه المادية ما كانتش احسن حاجة خالص، فما كنتش عارفة الموضوع هيمشي ازاي، لكن كنت حاسة انه الرب مصر اكتر منه. فعلا ارتبطنا، وكان طول فترة السنة دي الارتباط كان تحدي كبير جدا 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 في الماديات، لكن أنا مش ممكن أنسى طبعا مواقف كتير، لكن أبرز موقف كان إنه كان بدأنا نعمل حاجة في البيت ومش عارفين نكملها ازاي ولا ندفع للناس اللي كانوا بيشتغلوا ازاي، لكن أنا فاكرة كويس جدا إن احنا رحنا الكنيسة وكان اجتماع يوم الأحد، وقعدنا نصلي وقلنا يا رب الأمر بين إيديك، وانت اللي سمحت وانت اللي هتكمل. وفاكرة كويس إن احنا روحنا بعد كده عند حماتي، فوجئنا إنه هي بتدينا ظرف، حد هي ما تعرفوش جه اداها ظرف فيه 13,000 جنيه، واحنا ما نعرفش مين الشخص ده، لكن هو قال لها توصله لخطيبي يعني. فساعتها صدقت جدا جدا وقلت له أنا مصدقة إنك موجود، ومصدقة إنك بتسمع، ومصدقة إنه حتى اللي احنا القنين اللي جوانا واللي شايلين همه واللي مش عارفين نعبر عنه ونقوله، انت عارفه ومهتم بأصغر وأدق التفاصيل. واتجوزنا، وبعد ما اتجوزنا طبعا كان في رحلة وانا بجهز نفسي لوحدي وبتحرك لوحدي، كان الموضوع صعب جدا جدا، لكن كنت حاسة ان هو حاسس بيا وان هو اكيد سمح كده لسبب، اكيد هو عايز يعمل يكبرني، اكيد عايز يشكلني رغم اي معاناة ورغم
اي مشاعر انا كان نفسي احسها في الوقت ده بس ما عرفتش، لكن كنت مصدقه انه اكيد الرب ليه خطه اعظم بكتير قوي من الفكر التقليدي اللي انا كنت عايزه اعيشه يعني. واتجوزت وانا بشكر ربنا جدا جدا على جوزي. اتجوزنا في 2/2/2018 وهنا ابتدينا مرحله جديده في حياتنا، ومرحله اصعب بشويه من المرحله اللي قبليها، لان طبعا 2 بيتعرفوا لبعض لاول مره، بيعيشوا مع بعض بقى عيشه طبيعيه كاتنين متجوزين، مش عارفين لسه يطبقوا على بعض واحاسيسهم ببعض ومشاعرهم تجاه بعض. فكان في لخبطه كتير وتحديات كتير وصعوبات كتير واجهناها سوا في اول 1.5 سنة أو 2 من الجواز. طبعا انا كان عليا الدور الاكبر ودور الاحتواء الاكبر، لان نانسي في الوقت ديت او هي كانت عايشه فتره كبيره قوي لوحدها، فهي مش متعود ان يكون حد معاها. وانا في نفس الوقت عايش في بيت عيله، في اهلي حواليا، دنيتي كلها حواليا، ونانسي لوحدها تماما. فكان بالنسبه لها الموضوع اصعب بكتير مني، لان انا متعود انزل واروح واجي. فكان نانسي بالنسبه لها ان انا انزل واروح واجي ده كان بالنسبه لها كارثه من كوارث الزمن، لان هي عايزاني قدامها ممكن نقول 24 ساعه. حتى لو انا عايز انزل الشغل كان ساعات بيحصل خناقات كتير في وقت الشغل ده، لان هي حاسه بالفقد الكبير قوي. فهي ما صدقت ان يكون حد معاها عايش معاها في البيت، وخصوصا جوزها بقى. فهي عايزه تحس ان هي متجوزه وفي نفس الوقت اخوها وفي نفس الوقت ابوها، اللي هي اتحرمت منه ومن والدتها. فعايزه تعيش احاسيس كتيره قوي هي ما عاشتهاش، والمطلوب مني في الوقت ده كان انا اعوضها عن كل الاحاسيس دي كلها. بعد ما اتجوزت كنت حاسه قوي بقى ابتدى تحدي من نوع تاني، وهو انه انا المفروض اخلف، لانه يعني ده عدل ربنا زي ما بيقولوا، انه انا اتحرمت من احساس وجود امي جنبي وابويا واخويا واهلي. فانا محتاجه انه اعمل اسره، محتاجه اني اتجوز واخلف، يعني دي اقل حقوقي يعني. وبعد 6 شهور من الجواز ابتدينا ندور هو ليه مش بيحصل حمل. اكتشفت ان انا عندي اورام ليفيه كبيره، منهم يعني ورم حجمه القطر بتاعه حوالي 15 سنتي. ف ده يعني الدكاتره ما قدرتش تجزم انه ده مانع الحمل ولا لا، لكن قالوا انه ده بنسبه كبيره قوي. رحت ل7 دكاتره، ما كانش حد قادر يجزم، لكن كلهم كانوا متفقين انه الاورام وخصوصا اللي حجمه كبير قوي ده ضاغط على تجويف الرحم، ينفع ان هو يعمل كده. ولو تاخرنا اكتر في ان احنا نشيله ممكن الاعراض تتفاقم ويحصل حاجات اكتر من كده. وكلهم قالوا لي انه سنك بيكبر وانه انت لازم تعملي يعني وسائل مساعده زي الحقن المجهري مثلا، لكن برضو ما كانوش قادرين يقولوا انه 100% هينجح، او على الاقل نسبه تفوق 50%. للاسف الاشعاعات اللي شفتها بتقول ان الحمل الطبيعي هيبقى صعب جدا، بس احنا ممكن نعمل حقن مجهري، هيبقى برضو نسبه النجاح 50-50. تقدروا تفكروا وهبقى استناكم في العياده. وكان آراء بعض الناس إنه لازم تشيلي الأورام، وآراء تانية إنه لأ، لأنه لو في احتمال 1% إنه يحصل حمل، لو إحنا حصل تدخل جراحي مش هيحصل أي حمل خالص. جوزي كان نفسياً مش أحسن حاجة أبداً، قرر إنه ينزل يتمشى في الشارع كده، وأنا قفلت باب الشقة عليا وقعدت أخبط وأنا بصرخ، يعني مش صلاة ولا عياط، كان صراخ، وأنا بقول له أنا هخلف، يعني هخلف. أنت يعني ليه بتعمل كده؟ يعني كل ما بصفالك الدنيا بتسوء، أنا هخلف يعني هخلف، يعني دي أبسط حقوقي. في ناس كتيرة قوي عاشت في وسط أسر وأب وأم وعندها بدل الأخ 2 و3 وخلفوا طفل و2 و3 والحياة ماشية حلوة. ليه الحياة عندي أنا واقفة؟ ليه كل حاجة تحصل كويسة تبقى قدامها 10 حاجات مش كويسة؟ ليه؟ وقعدت أصرخ، وكان الوقت ده صعب جدا بالنسبة لي، وابتديت اخد أدوية ومنشطات على سنة متفرقة تقريبا باخد الأدوية. وقتها اتعرفت على أب وأم
كبار بقالهم 30 سنة مش بيخلفوا، ورحت قلت لهم هو انتوا عملتوها ازاي؟ انا بقالي 3 سنين مش عارفة استحملها. هو انتوا ازاي بقالكم 30 سنة وعايشين حياة مثمرة وحياة جميلة ومليانة فرح وسلام؟ وابتدوا يدخلوا حياتي وكأني كنت محتاجة أب وأم بديل لأبويا وأمي اللي الرب ما سمحش إن هم يكملوا في حياتي. فرقوا في حياتي جدا صلاتهم ونصايحهم. لكن أنا فاكرة كويس إنه يوم كلمتهم وقعدت أصرخ وأعيط بلا سبب وأقول لهم أنا عايزة أكون كويسة، أنا مش عارفة أكون كويسة، أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل معايا. ونصحوني إني أروح لطبيب نفسي هم بيعرفوه. ودي كانت النقطة الفارقة التانية في حياتي. أنا عمري ما كان عندي ثقافة الدكتور النفسي ولا فكرت إني أروح، لكن لما قالوا لي كده أنا مصدقت، حسيت إنه أي طوق نجاة. قلت لهم يعني أنا هكون كويسة؟ قالوا لي روحي وشوفي. كان كل همي، أنا فاكرة كنت بكلمهم يوم الاثنين وميعاد الدكتور كان يوم الخميس، أنا ما كنتش قادرة استنى، أنا عايزة أكون كويسة، أنا حاسة إن أنا بنهار وبيتي بينهار وجوازي بينهار وكل حاجة، فحاسة إنه جوازي ده الجزء الكويس من قصتي، فأنا مش عايزاه يبوظ، أنا عايزاه يكون كويس، فعندي استعداد أعمل أي حاجة. رحت للدكتور وجوزي جه معايا وكان ساندني قوي في السكة دي، ورحت للدكتور وقلت له أنا عايزة أكون كويسة. قال لي هتكوني كويسة. عدتها له 4 مرات وهو راجل كبير، ففي الآخر اتنرفز عليا وقلت له عشان خاطري أنا عايزة أكون كويسة. قال لي خدي الدواء ده. أنا ما كنتش عايزة أحكي، أنا كنت عايزة أتعالج، وده كان أهم حاجة بالنسبة لي. أنا خدت الدواء، أنا فعلا بعد 5 أيام بقيت كويسة جدا وبدأت أحس بفرق فظيع، وجوزي ابتدى يحس بفرق في التعامل وفي البيت، ومش عصبية على أقل حاجة ومش بتنرفز وبدأت أهدى من جوايا، وده ابتدى يعمل هدوء من برايا كمان. بس أنا عايزة أقول حاجة مهمة جدا جدا، إنه أنا معرفتش أستمتع ببركات الرب ليا بعد كده غير بعد لما غفرت. أنا عشت سنين كتيرة قوي في سواد ومحملة كل اللي حواليا نتيجة الحياة الصعبة اللي عشتها. فأنا زعلانة من خالتي وحاسة إنها غدرت بيا، وزعلانة من أبويا اللي اتجوز بعد أمي ب4 شهور، وحاسة إنه إزاي يعمل كده وإزاي إحنا ما كناش أغلى حاجة بالنسبة له. بس في وقت كده، ودي كانت يمكن نقطة التحول، إنه أنا قررت أغفر، قررت إنه أنا كنت فاهمة والرب استخدم في حياتي ناس يفهموني الصح، إنه لما أنا أغفر لأبويا مثلا ربنا هيسامحه، وأنا عايزة ربنا ينتقم منه، أنا مش عايزة ربنا يسامحه، فلازم ما سامحوش لغاية لما ربنا يجيب لي حقي. وبعدين الرب بعت لي كذا حد فهمني إنه لا، عدالة السماء حاجة تانية خالص، لكن أنا دوري أقدم غفران، والله مش هيفرط في حقي لأنه أنا هطيع الوصية. فقررت إني أسامح، ودي كانت أول نقطة تحول في حياتي. حتى أبويا سامحته ورحت له وهو مريض وقلت له أنا مسامحاك يا بابا، أنا فاكرة كويس جدا، بصلي في عينيا وهو كان تعبان عنده لوكيميا، وقال لي ربنا بيعاقبني يا بنتي، بياخد لك حقك، سامحيني سامحيني يا بنتي، سامحيني. مسامحاك يا بابا. وفجأة اكتشفت ان انا حامل بعد موضوع الدكتور تقريبا ب3 سنين. اكتشفت ان انا حامل وكنت مرعوبة جدا جدا. رحت عملت تحليل دم وعرفت واتأكدت. أول حاجة عملتها قبل ما أقول لجوزي إني نزلت للدكتور النفسي. ليه؟ لأنه أنا كنت باخد أدوية كان عليها كده ختم
إنه ممنوع منعاً باتا للحوامل والمرضعات. وقتها رجعت أتنكس تاني وحسيت بانتكاسة تاني، إنه يا رب طب وبعدين؟ يا رب هو أنت يوم ما تسمح تديني الحلم اللي أنا عايزاه تمرره عليا؟ يا رب طب أنت عارف إنه الأدوية دي مش هينفع معاها حمل، طب أعمل إيه؟ رحت للدكتور وسألته، الدكتور قال لي لازم تكملي عليها. قلت له بس ما ينفعش. قال لي بس كمان في من الحاجات اللي عندك جزء ممكن يتنقل للطفل لو الحمل ده كمل بالوراثة بالجينات. طب انت يعني ايه الوضع هيكون؟ قلت له ايوه بس انا عايز احافظ على ابني او بنتي. قال لي يعني ما فيهاش، هو ده الحل، انت لازم تكملي على الأدوية دي. طيب رحت للدكتور النساء، قال لي ما ينفعش تكملي على الأدوية دي تايب سي، يعني الأكثر خطورة، فما ينفعش خالص خالص، بتسبب تشوهات شديدة جدا جدا للأجنة، ولو انت عايزة تكملي تاخديها تبقى على مسؤوليتك الشخصية. تاني دخلت في نوبة بكاء فظيعة وحزن، يا رب أنا كل ما أتعود على وضع تيجي تشقلبهولي، هو أنت عايز مني إيه؟ أنا صليت وتعودت على حياتي من غير أطفال، فأنت عايز إيه تاني مني؟ المهم عدت فترة الحمل بصعوبتها، والرب اداني بيبي جميل قوي قوي قوي، مجد. هو فعلا كان مجد لحياتنا حقيقي، والرب ادانا الاسم ده لانها اسمها رحلة مجد، مش رحلة حمل، رحلة مجد. انا شفت فيها ايد الرب بشكل واضح وجلي جدا جدا. واضح قوي ان ربنا في الوقت ديت كل اللي هو كان همه ان احنا نعيش مع بعض، ونعيش مع بعض فترة اكبر، ونتعود على بعض اكتر، ونعرف بعض اكتر، لغاية لما هو يشكلنا زي ما هو شايف ان احنا نقدر نقدر نكون على قد المسؤولية وقدر المسؤولية، بالذات انا عشان اجيب الطفل الجميل اللي هو نور حياتنا من سنتين، مجد. أنا مسكت ماجو بين إيدي لما اتولد وقعدت أفتش فيه، هو فين التشوهات؟ هو أكيد في تشوه بس أنا مش شايفاه، بس هو مفهوش ولا حاجة ولا حاجة. وأنا النهاردة بحكي اختباري عشان أقول وأشهد إنه الإله العظيم الصالح اللي بيصنع المعجزات لسه بيعمل ولسه بيغير ولسه بيشكل، ولسه عنده كتير قوي للي يصدق فيه ويسلم له حياته. وأنا بشكره جدا وبقول له فعلا صغير أنا عن جميع ألطافك وجميع الأمانة اللي صنعتها معايا. وعايزة أقول وأشكر كل حد الرب استخدمه في حياتي حتى لو كان بشكل سيء، لكن أنا كنت شايفة كده في وقتها، لكن الرب عرف يحول الشر لخير. وأنا بشكر الرب جدا جدا جدا، وبشكر كل حد الرب استخدمه في حياتي. اللؤى أصل الحكاية.